توني باني البيت وتعبان عليه واطب وبعدني حاط رجلي بيه وما ادري والله راح اقعد لي بيه الشم يوم لو يطلعوني بعد يومين حاطيني على خشبه وشايليني. ما ادري يا ساعه ما اعرف شو. اتامل يعني يا لحظه تروح من عنده ما يدري. انا مثلا عندي اموال ومرتاح بيها بس ما اعرف انا راح تبقى تحت ايدي او ما تبقى تحت ايدي، لانه ممكن باللحظة تتغير الحياة باللحظة. كل شيء ما مأمون أنه راح يبقى، كل شيء ما مأمون أنه سيبقى، كل شيء معرض للانتقال والزوال. هناك ماكو شيء معرض للانتقال والزوال. حتى من يشتغل يتصور ما الموت ما يخطر على ذهنه أبدا. يعني هذا شوف مثلا قدامه يا مو هذا امس كان قاعد يمك واليوم راح انتهى، يقول ايه هذا عنده مرض انا شو بيه كل شيء ما بيه. هذا كل هذا لا عنده مرض عنده شيء. لا يا اخي والله ما تدري انت في اي لحظه في اي لحظه ما تعرف. شو يقول له؟ يقول له اني اتصفح الوجوه في كل يوم 5 مرات ملك الموت. اتصفح وجه كل واحد في كل يوم 5 مرات. يمتى ينقض عليه؟ ما تدري يمتى ينقض. في اي لحظة من اللحظات انقض عليه وحياتك هي هاي الحياة. تفضل الان هذا المجلس اسأل الله ان يرعى اخواننا الجالسين ويمد باعمارهم. انا اعرف جماعة العام ما هم الان هالسنة ما هم. السلام عليكم. طبعا اريد اسولف وياكم شوية واحكي بمواضيع ما ادري يعني من باب الانسانية فقط لا اكثر ولا اقل. يعني اريد كلكم تتخيلون وياي انه انت عندك بنية صغيرونة بعدها بداية عمرها تنخطب في الشخص تحبه والله يوفقهم وعلى سنة الله ورسوله وتفرح وتجي تبوس الحلقة زين، ورا 4 أيام بس 4 أيام ما تلحق حتى تتهنى فرحته يسوي حادث ويموت. ترى مو شي سهل. حتى اي انسان بهاي الدنيا تسولف في القصة ما راح يشوف الموضوع سهل. زين موضوع صعب وموضوع يكسر، وان شاء الله يخلي هاي البنية الصغيرة تتقبل هذه الصدمة. فانا من دا احكي لكم دا احكي من باب الانسانية يعني شلون راح تقبل صعب عليها. زين اريد اشكر الناس اللي كتبت كلام يعني قرأت الفاتحة، تمنت الصبر والسلوان، تمنت انه خاتمة الاحزان تكون، اللي انقهرت اللي تفاعلت. اريد اشكرهم كلهم. وبنفس الوقت اكو ناس عنده يعجبوني. يعني الله سبحانه وتعالى يا ناس يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. زين احنا البعض مو الكل طبعا، احنا دا نشوف موقف انساني صعب وموقف يكسر وشنو الكلام والسم والحقد والتعليقات اللي ما لها اي داعي. زين انت شنو يعني مثلا مستهين بموت البشر؟ مو هذا الموت يلحقك انت ويلحق اهلك يلحق الدنيا كلها، ما حد يسلم من الموت بس رب العالمين. فيا ناس يا عالم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يعني اكو تعليقات والله تعجبني تطلعنا تخلينا احس احنا مو اسلام، احنا مو بشر اصلا، مو بنية بموقف صعب. واحنا هنا ميديا هذه النعمة اللي موجودة عندنا هي ان احنا كنا نقدر نلتم وندعم شخص واحد. زين فادعموها دعموها بكلمة واحدة على الاقل اقروا الفاتحة من بعيد لبعيد. زين لا تكتبون كلام، لا تتدخل باشياء ما تخصك. يمتى نوصل هاي المرحله يا اخي؟ ليش تتدخل شيء ما يخصك بالتعليقات وبالهذا وهذاك يحكي فلان؟ قولوا انا لله وانا اليه راجعون. قضيه على سنه الله ورسوله كانت مخطوبه البنيه وقضاء وقدر، واللي صار صعب والله ان شاء الله يرزقهم الصبر. وانا بصراحه يعني كلش متاذي لانه موقف صعب وما اعرف شلون اوصفه يعني بصراحه. فهذا اللي توصله فقط من هذا الحكي كله. وقلت لكم من باب الانسانيه، لا انه لفلان ولا لفلان. تمام.